الحقيقة أنا ما كنتش متوقعة أبدا إن شهر فبراير، وبرغم إن هو الشهر قصير، هقدر أقرأ فيه كم الروايات دي. 6 روايات وكتاب هم حصيلة قراءاتي خلال شهر فبراير. وطبعا اللي ساعد على كده هي الروايات اللي صدرت في معرض الكتاب، وخلت عندي تنوع كبير في القراءة. مش عايزة أطول عليكم، وخلونا نبدأ مباشرة في الحلقة. وأول رواية قرأتها كانت رواية وادي الذئاب المنسية. عملنا عليها حلقة فمش هتكلم عنها تاني، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. وكان تقييمي ليها هو 3 من 5. وتاني كتاب قرأته خلال الشهر كان كتاب الحياة تبدأ خارج منطقة راحتك، وكان تقييمي ليه هو 4 من 5. الرواية التالتة وهي اللي كاتبها أنا بحبها جدا ومبسوطة جدا إن أنا بقرأ لها، وهي الكاتبة ميرنا المهدي، ورواية دليل جدتي لقتل الأوغاد. واللي قرأ لميرنا قبل كده هيكون عارف إنها بتكتب في إطار بوليسي جريمة وإثارة، ولكن الحقيقة هي المرة دي فاجأتني جدا، وقررت إنها تخرج عن المألوف وتكتب رواية في إطار درامي بتناقش قضية مهمة، وهي قضية الاغتصاب، التحرش، والاعتداء الجنسي لكلا الجنسين، على فكرة الولاد والبنات. وده من خلال أسرة مكونة من الجدة، الأب والأم، و3 أبناء، بتول ومريم وعيسى. كل فرد في العيلة دي اتعرض لنوع من أنواع الاعتداء الجنسي، فبتبدأ تعرض لنا ازاي نظرة المجتمع هتكون ليه في حين انه اصلا ضحية، وازاي الاهل بيشوهوا صورتهم في عيون اولادهم لما بيحاولوا يكتموا على الفضيحة دي. طيب هل ده هو دورهم اصلا، ولا المفروض بيكون في دعم نفسي قوي جدا عشان نقدر نتخطى الازمة دي؟ الرواية فعلا بتناقش وتر حساس جدا في مجتمعنا، وانا لحد دلوقتي ما صادفتش حد كتب بالجرأة دي في الموضوع ده. الكل بيحاول انه يتجنبه، في حين ان زي ما هي ذكرت في الرواية ان احدث احصائيات لمنظمة الصحة العالمية بتشير ان 1 من كل 3 بنات وواحد من كل 6 ذكور بيتعرضوا للعنف الجنسي بمختلف انواعه وهم تحت 16 سنة. انتوا متخيلين الارقام؟ الموضوع فعلا بيسبب ازمات نفسية واكتئاب حاد، خصوصا في حالة الاهل اللي بيرفضوا الاعتراف بالجريمة دي وبيفضلوا الصمت عشان سمعة بنتهم او ابنهم. خلاصة القول ان الرواية حلوة جدا، وانا اندهشت بصراحة من قدرة ميرنا المهدي انها تغير جلدها تماما وتكتب في حاجة هي ممكن ما تكونش شاطرة فيها. وكمان في تطور واضح جدا في اللغة وطريقة السرد، وفي ترابط لذيذ قوي كده في نهاية الرواية دي بأجزاء التحقيقات بتاعة نوح الألفي. الرواية حلوة، حاولوا تقرأوها، وكان تقييمي ليها 4 من 5. الرواية الرابعة، واسمحوا لي أقول إنها أفضل رواية قرأتها لحد النهاردة، وهي رواية عهد دميانة للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي. أنا محلفنيش الحظ خالص إني أقرأ رواية أوراق شمعون المصري، ولكن كنت مصممة إني أقرأ الرواية دي أولا علشان أتعرف على طريقة كتابة الكاتب، ثانيا بعد ما عرفت إن الرواية بتدور في نهاية حقبة الدولة الفاطمية، وانا بحب التواريخ دي قوي لان الفتره دي كانت مميزه جدا في الصراعات السياسيه، سواء الصراع على العرش او الصراع بين الوزراء، وكمان الصراعات المذهبيه. ومصر في الوقت ده كان فيها اكتر من مذهب وعرق ما بين السنه والشيعه والاقباط والروم. فكره الروايه الاساسيه بتدور في محور البحث عن الهويه من خلال الكاتب يوسف ابن صدقه، اللي بينتمي لأم مسيحية أرثوذكسية وأب مسيحي كاثوليكي، وكاتب لوزير سني والخليفة شيعي. بيعيش يوسف حياة من التيه والفقد وهو مش عارف يكون مين أو بينتمي لإيه. بيحب جارية مسيحية فبتموت، فبياخد ابنها المسلم يربيه مع بنته المسيحية، وبيكون ده العهد اللي كتبه لبنته دميانة، العهد إنها تكون حرة سواء في مذهبها أو في دينها أو في جوازها. الرواية دي فكرتني قوي بروايات نجيب محفوظ، حرفيا أنا عمري ما شفت حد بيكتب زيه. الطريقة اللي بتحس معاها إنك شبعت، عمل فني متكامل من لغة وسرد وطبعا الفكرة. بجد أنا مبسوطة جدا إن لقيت حد أخيرا بيكتب بالإتقان ده، انتقاء الكلمات مع سهولتها عشان تكون مناسبة لكل القراء. أنا بحسني شوية صعبة في تقييم الروايات، مش أي عمل بالنسبة لي بياخد 5 من 5، لأن دايما بحس إن في حاجة ناقصة. لكن مع الرواية دي أنا اديتها طبعا تقييم 5 من 5، كنت متضايقة قوي إن أنا خلصتها. خامس روايتي خلال الشهر كانت رواية صاحب الظل الطويل. طبعا أنا عارفة إن أنا متأخرة جدا في روايتها، وإن أنا قرأتها بعد ما الكل تقريبا عمل عليها ريفيوهات ومراجعات، ولكن دايما كنت بحس ان لسه ما جاش اوانها بالنسبه لي. الروايه بتحكي عن جيروشا ابوت، فتاه عندها 18 سنه عاشت حياتها كلها في الملجأ،
ولكنها بتتفاجئ في يوم بمديرة الملجأ بتبلغها ان في واصي تبرع بارسالها للجامعة، ولكن شرطه الوحيد انها تبعت له جواب كل فترة بتبلغه فيه باخر تطوراتها، وما تتوقعش منه الرد على اي رسالة لانه حابب انه هو يكون مخفي عنها. ولكن جيروشا بالفعل كانت لمحت خياله الطويل فسمته بصاحب الظل الطويل. وبنبدأ طول أحداث الرواية واللي هي عبارة عن جوابات جيروشا ليه نعرف آخر تطوراتها وبنعيش معاها تطور شخصيتها وبنتعرف أكتر على حياتها القديمة في الملجأ. الرواية طبعا خفيفة وبسيطة جدا، هي مهيئة أكتر إنها تناسب المراهقين، ولكن ده ما يمنعش إني استمتعت بيها جدا، خصوصا إني قرأتها في وقت كنت بفصل بيها عن روايات تانية فسابت انطباع مختلف عندي. كمان فكرتها في إنها تناقش وببساطة حياة الأطفال في الملجأ من خلال طريقة كوميدية ساخرة عشان تكون مناسبة أكتر للفئة العمرية الموجهة ليها، كانت حاجة لذيذة جدا. وطبعا كان تقييمي ليها 4/5. بعد كده قرأت رواية مادونا صاحبة معطف الفرو للكاتب صباح الدين علي، رواية تركية رومانسية فلسفية تربعت على عرش الكتب الأكثر مبيعا لأكثر من 70 سنة. بتدور أحداثها ما بين تركيا وألمانيا عن رائف الشاب التركي الخجول ضعيف الشخصية واللي بيشعر بالوحدة واليأس طول الوقت. بيسفروا أبوه لألمانيا علشان يدرس صناعة الصابون ويرجع يساعد والده في المصنع بتاعهم، ولكن رائف بيهمل دراسته وبيهتم أكتر بحضور المعارض الفنية. وفي يوم وخلال حضوره لأحد معارض اللوحات الفنية اتفاجئ بلوحة مادونا صاحبة معطف الفرو علشان يقع في حبها من أول نظرة. وبتعدي الأيام وبيقابل رائف مادونا اللي هي الشخصية الحقيقية، وبتنشأ بينهم قصة حب عميقة جدا. ولكن مادونا ما كانتش بتقدر تبادل رائف نفس الحب لأن هي كان عندها مشاكل في الثقة، فما كانتش بتقدر تبادله نفس الحب الأفلاطوني اللي كان عنده ليها. طبعا زي ما قلت الرواية كلاسيكية جدا للدرجة اللي ممكن تحس معاها بالملل، وكمان هي عبارة عن كتلة كبيرة كده من المشاعر والأحاسيس، ففي ناس ممكن تتقبل ده وناس لأ، وأنا كنت من ضمن الفئة التانية. لكني تقبلت الجانب الفلسفي اللي كان فيها رغم شعوري بالملل منه برضو. من التعليقات اللي كانت على الرواية دي أنا فكرت إن أنا هقرأ حاجة أعمق من كده، لكن الحقيقة إن هي قصة حب بسيطة جدا ونهايتها كانت متوقعة جدا بالنسبة لي. بس اختيار الكلمات بعناية سواء في وصف الأماكن أو المشاعر هو ده اللي خلانا نحس إن هي قريبة مننا مش أكتر. تقييمي ليها كان في النهاية 2.5/5. آخر قراءات الشهر كانت نوفيلا بسيطة من 98 صفحة وهي دكتور جيكل ومستر هايد، رواية نفسية بتدور أحداثها عند المحامي أترسون اللي بيتفاجئ إن صديقه دكتور جيكل كاتب له وصية بيبلغه فيها إن في حالة وفاته أو غيابه 3 شهور بتذهب كل أملاكه لمستر هايد. مستر هايد الشخصية المريبة اللي مفيش حد شافه إلا وحس بشيء منفر اتجاهه، كأنه مش من البشر، كأنه تجسيد لشكل الشر على الأرض. بيحس المحامي إن ممكن يكون صديقه دكتور جيكل واقع في مأزق ومستر هايد ده بيساومه عليه، فبيقرر إنه يتتبع آثار مستر هايد علشان يعرف إيه حقيقته. الرواية عبارة عن الصراع اللي ما بين الخير والشر عند الإنسان. حبكة في الرواية فهمتها في آخرها فسرت كل الأحداث الغير منطقية اللي حصلت. الرواية بتطرح تساؤل مهم جدا، ايه هيكون شكل العالم لو كل واحد مننا قرر انه يطلق العنان للوحش اللي جوانا للظهور؟ هل فعلا هنعرف نروض او نسيطر على الوحش ده زي ما احنا مفكرين او لأ؟ مشكلة الرواية الوحيدة ان هي صغيرة قوي على فكرتها، لو كان بس الكاتب تعمق في الفكرة اكتر من كده كانت ممكن الرواية تظهر بشكل افضل. لكن مجملا الرواية حلوة جدا وتعتبر من اشهر الروايات في الادب النفسي، وتقييمي ليها في النهاية كان 3/5. دي كده تعتبر كل قراءاتي خلال الشهر ده، مبسوطة بيها جدا لان في الفترة الاخيرة كان عندي فتور غريب قوي من ناحية القراءة، فمبسوطة ان انا رجعت اقرأ كمان وبشكل مختلف، بمعنى ان انا بحاول ان انا مركزت على نوع معين، بحاول ان انا اقرأ في كل المجالات، وده شوية كان عكس شخصيتي قبل كده. قبل كده انا كنت بحب اقرأ في مجال واحد بس، لكن دلوقتي بحاول ان انا انوع ثقافاتي شوية، ان انا اقرأ ادب عالمي شوية، وان انا اقرأ الروايات الجديدة اللي صدرت شوية، واقرأ كتب شوية وكده. حاولت بقدر الامكان ان انا ما اخليش الحلقة طويلة عليكم، ان انا اديكم نبذة مختصرة عن كل رواية وتقييمي ليها في النهاية، وده طبعا تقييم شخصي. زي ما اتعودتوا معايا دايما ان كل ارائي اراء شخصية، ما بحاولش ان انا اتأثر باي حاجة حواليا. ففي النهاية اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم في حلقة جديدة من نوفيلا بي.